زبير سعيدي محامي المدير العام الأمن الرئاسي السابق سي علي سرياطي عن تطورات الأبحاث ومجرياتها وبعض التفاصيل وخفايا التحقيق. يحدثنا سي زبير. مرحبا بك خويا ناجح. كنت قبلت انا وياك وقلت لك سابقا راهو الرئيس الاسبق قبل ما يهرب كان يعد للرجوع لتنفيذ سيناريو دموي شبيه بما ينفذه القذافي، وفي سوريا زاد نفس الشيء وفي اليمن. وكنت قلت لك راهو يوم 14 كانت فما مجموعه في تستنى تحب تنقض على المظاهرين. نضيف لك المره هذه انه الرئيس المخلوع حاول يشري كل شيء بالفلوس بما فيهم السرياطي، لانه شك فيه في وقت من الاوقات واعطاه الفلوس اللي جبد عليها السي الدكتور عبد الفتاح حمر، لكن المعلومه كانت ناقصه وهي كالاتي: اللي باش يهبطوا للشارع ببورقيبه ويتصدوا المظاهرين باش يشجعهم بالفلوس. فامير اللواء علي السرياطي المنوبي في قضيه الحال تمسك بالقانون ورفض يتجاوز اختصاصه اللي هي المقرات الرئاسيه وقصر كرتاج، والشيء هذا موجود في الاستنطاقات نتاع المنوب نتاعي. نحن في الحقيقه الملفات القضائيه كانت عند المحاكم العدليه ما تمكناش من التصوير بكل وضوح، وحاليا التحقيق متواصل عند المحاكم العسكريه ما زلنا ما تمكناش من التصوير، لكن نتيجه الالحاح تحصلنا على رساله موجهه كانت وجهها السرياطي بخط ايده لحاكم التحقيق يتنصل فيها من القنص والقناصه ويبرئ الامن الرئاسي واعوان الامن الرئاسي. وجهها تقريبا يوم 22 معناها 8 ايام بعد جافي وما تمكناش منها وما تحصلناش عليها كان في الفتره الأخيرة. ثم سؤال ممكن باش يسألوا برشا عباد: علاش تعديت المحاكمه العسكريه ولا المحكمه العسكريه؟ والله يعني بيدي معناها ما نجمش نجاوبك، ربما استنادا للقانون فما عده اطراف يحملوا صفات لهم معناها رتب عسكريه ويعملوا زاد في الامن لهم رتب امنيه، والقانون الاساسي نتاع الامن كذلك فما اطراف من الناس هذوما يحملوا الصفات هذه في القانون، يلزم المحكمه العدليه تتخلى للمحكمه العسكريه. لكن التهمه الموجهه والله عده تهم، ابرزهم التآمر على امن الدوله الداخلي ودفع وحظ وتحريض المواطنين على الاقتتال، ولكن تصور انه اخطر تهمه هي تهمه القتل العمد لموجه المنوب واللي فيها على نفسه منذ ايقافه بخط يده ووجهه بالحكم بالتحقيق. قتل شكون؟ خط يد قتل شكون؟ قتل بيان سور قتل شهداء سيدي بوزيد ورد فيه على السرياطي. القتل مش مورد فيه على السرياطي، ومتهم فيه؟ متهم وتوجهت له القتل. بدا في سيدي بوزيد في منزل بوزيان، ثم مشى للقصرين التالة القصرين وبعد تونس العاصمه. هذا الكل معناها الشهداء. قروان عن شهيد قروان عن شهيد، معناها هذوما تهم القتل ضد الشهداء، ضد الناس اللي الشهداء هي النتيجه الحتميه لعمليه القتل، معناها ما فماش حاجه اخرى. تقريبا الامور هذه سوف معناها اذا كان الشعب التونسي وصل نهار يطلع عليها سيتبين انه علي السرياطي بريء من الحكايه هذه، واكيد اكيد اكيد باش موثقه الامور هذه، واكيد باش تبان بعد ما تتنحى عليها صبغه السريه، لانه كما قلت لك مازالت امور سريه. لكن القناصه والقنص معناها تقريبا ولات امور شبه معروفه، معناها بالنسبه للقضاء ولات شبه معروفه وحدوها. علي السرياطي ثم اطراف اخرى تم ايقافها، بعضهم اطلق سراح وبعض الاخر مازال يعني تحت الايقاف. ما عادش كنت تعطينيش اكثر معطيات ولا اسماء على الناس هذوما؟ والله ابرز الشخصيات اللي بقات موقوفه لحد الان هما بعض الوزراء، وخاصه وزير الداخليه الاسبق رفيق حاج قاسم. ربما هذا يثير الاستغراب نوعا ما، لان وزير الدفاع الاسبق رضا قريره ماهوش موقوف ونفس القضيه. ويوم 14 جانفي مازال يوم 13 جانفي مازال موجود. وش علاقته وزير الدفاع؟ وزير الدفاع لانه هو تلقى حسب ما تبين الشهادات والاستنطاقات، هو اللي تلقى معناها الامر من عند الرئيس السابق في الطياره باش يوقف على السرياطي، وعلى السرياطي ما نجم يوقفوا حتى لانه هو في الظرف هذاك يمثل رئيس الدوله في لجنه الطوارئ وينسق بين الوزراء وبين رئيس الدوله، فبالتالي ما نجم يوقفوا نتصور واعتقد الا رئيس الدوله. رئيس الدوله اصدر امر للحلقه الضعيفه اللي هي رضا قريره، ورضا قريره طبق الامر هذايا ووقف السرياطي بطريقه مخالفه للقانون ومخالفه للاجراءات.
تو اذا كان انت تو تتاكد على براءه منوق، يعني علاش ما تمش اطلاق سراح؟ مش أنا نأكد على البراءة، والبراءة لازم يقررها، فما وجه للتتبع ولا ما فماش يقرر السيد قاضي التحقيق. لا سيد خاطر يعني تأكد انه نأكد على خاطر السيد هذا كما قلت لك في السابق أنه هناك مكالمات هاتفية مسجلة أكيد تثبت براءته، لحد الآن لم يتم الإفراج عنه. أفرجونا على الرسالة برك مكشوف في الرسالة يستنكر عمليات القنص ويطالب هو بتطبيق القانون ضد كل من وجه الرصاص والسلاح لصدر ابناء تونس. لو سامحني استاذ، الناس الكل تاكد في براءتها تو، وما ثماش حتى واحد اعترف اللي هو قتل الشهداء والا عمل الحاجه. هذا امر عادي الناس كل لكن الحقيقه وين؟ هذا امر عادي، الحقيقه موجوده في الملفات اللي تولى تهيئتها الساده، اولا عميد قضاة التحقيق في المحاكم العدليه العاديه، وثانيا توا مدير القضاء العسكري، اداره القضاء العسكري اللي هو تحت اشرافه قاعده برشا ناس تخدم. معناها الصفه بالضبط هو مدير القضاء العسكري. مدير القضاء العسكري معناها خرج في وسيله اعلام اجنبيه البارح وقال راهو الامور هذه نحضروا فيها والمحاكمه في القريب العاجل، وامر القنص انتهى تقريبه وتم تحديده. فما حتى الهرم نتاع المسؤوليات، شكون عطاه الامر والامر تطبق بصوره قانونيه او بصوره مخالفه للقانون. هذه الامور هذه الجزئيات ما نجمش نحكي لك عليها على خاطر ما صورناش الملف وما طلعتش عليها، وما زالت مربوطه نوعا ما بالقانون اللي هي عند التحقيق. حسب ثم قتل قانوني للمتظاهرين وقتل غير قانوني؟ ما ينجمش يكون القتل قانوني، ما ينجمش يكون القتل قانوني، لانه القتل ديما معاقب من القانون. فما امور قانونيه محدده في القانون، الدفاع الشرعي ولا تفريق المظاهرات، وما نعتقدش انه تم احترامها من الناس اللي من اللي كانوا موجودين في الميدان واطلقوا الرصاص. والشيء ده يتاكدوا محاضر السماعات والاستنتاجات وقرارات الساده حكام التحقيق. ترى سيادتك اللي لو يتم الافراج على المعطيات باش تظهر برشا حقائق. هو في الختام باش يتاكد انه علي السورياتي لما يفرج على التحقيقات وتنتهي السلطات القضائيه من اعداد تقارير ختم الابحاث سيتبين بالكاشف انه علي السورياتي تمسك بالقانون. علاش تمسك بالقانون؟ لانه عمل كل ما في وسعه باش يطبق القانون عدد 4 فيما يخص محيط القصر الرئاسي. وفعلا انه القصر الرئاسي ولا المقرات الرئاسيه اللي متواجد فيها الامن الرئاسي ما خرجت حتى كرتوشه وما فما حتى سلاح تتصرف فيه الرئاسه، تتصرف فيه اداره امن الرئيس اطلاق النار. بالعكس الشهداء اللي سقطت في الثوره سقطت برصاص وحدات امنيه اخرى تخدم في الميدان، اللي السورياتي قانونا ما عنده حتى شيء يمكنه باش يتحكم فيها او يتلقاو الاوامر من عنده ويطبقوها. هذا انه بعباره اخرى انه التزم بالاختصاص نتاعو وامتنع عن تطبيق الاوامر التي ستؤدي الى سقوط شهداء في البلاد التونسيه. ثم سؤال اخير، توا قريبا نهار 20 جوان باش يتم محاكمه الرئيس مخلوع، واحتمال انه يتم محاكمه علي السرياطي. شكون باش يكون شاهد في قضيه الاخر؟ والله بالنسبه للامور هذه بكل اسف نقول لك الاخبار هذه المروجه راهي اخبار مغلوطه، وبعض وسائل الاعلام تلقفتها بدون تحري، واخص بالذكر تصريحات رضا قريره وزير الدفاع الاسبق، لانه ما ثم حتى شيء يدل انه التصريحات اللي خرجت على الناس غير مختصين وغير مطلع على الملفات فيها اخبار صحيحه ولا فيها وقائع التثبت في شانها لدى القضاء واصدار قرارات بشانها. معناها ما جاوبتنيش على السؤال بتاع شكون باش يكون شاهد في محاكمه الاخر؟ ما ينجمش القانون شهاده متهم على متهم لا يعتد بها. مكافحه حتى المكافحه مع شكون؟ هو موجود الرئيس الاسبق موجود في السعوديه. ما نتصورش انه باش يجي، وما نتصورش حاليا انه معناها يقبل وعنده الشجاعه الكافيه باش يحضر المحاكمه نتاعو، لا اتصور ذلك. باش تكون محاكمه عادله كان ما يجيش قانونيا؟ محاكمه غيابيه متوفره فيها كل الشروط نتاع المحاكمه العادله واللي تضمن حقوق المتهم ولو انه مش حاضر، لكن تبقى مساله الحضور من عدمها مربوطه بعده اجراءات اخرى تتجاوز على الاقل الوقت الراهن، تتجاوز الناس اللي ماسكين بالملفات، لانها تتم بطرق اداريه وعن طريق القنوات الرسميه والدبلوماسيه. شكرا. العفو.